في شركات بتكسب بسرعة وبتختفي بسرعة، وفي شركات بتمر عليها أزمات وتضخم ومنافسة وتغيرات سوق وبتفضل مكملة. طيب ليه؟ لأن ببساطة النجاح الحقيقي مش إنك تكسب النهاردة، النجاح الحقيقي أنت تقدر تقعد في السوق أطول فترة ممكنة. كتير من أصحاب المشاريع بتفكر إزاي نبيع، لكن قليل اللي بيفكروا بطريقة استراتيجية، وهي إزاي اللي إحنا نفضل عايشين وما نموتش. وده الفرق بين مشروع مؤقت وشركة بتبني سيطرة حقيقية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب البيزنس. النهاردة هنتكلم عن إزاي الشركات الناجحة بتفكر في البقاء والسيطرة. يلا بينا. كان في شركة استيراد شغالة بشكل ممتاز، الأرباح قوية والمبيعات بتكبر والسوق بيحب المنتج فعلا. صاحب الشركة كان بيقول إحنا ضامنين السوق، لكن للأسف هو كان بيبني مشروع هش جدا. الحقيقة اللي ما كانش شايفها إن الشركة كانت معتمدة على مورد واحد ودولة واحدة ومنتج واحد ومينا واحد وقناة بيع واحدة. يعني الشركة كلها واقفة على خيط واحد، وفجأة حصل اللي ما كناش عاملين حسابه. حصل مشكلة شحن عالمية، الشحنة اتأخرت والمخزون بدأ يخلص والعملاء بدأوا يشتكوا والمنافسين استغلوا الوضع، وخلال 4 شهور بس المبيعات نزلت ل 45% والعملاء اتحولوا لمنافسين والكاش فلو بقى مخنوق. الحقيقة هنا إن الشركة ما كانتش قوية زي ما صاحبها شايف، لكنها لحد الآن ما اتحطتش تحت اختبار ضغط قوي. صاحب المشروع كان شايف إن أرباح يعني طلب يعني استقرار، بس ما كانش شايف الكونسنتريشن ريسك، وهو أخطر أنواع المخاطر. باختبار بسيط، طيب لو لا قدر الله المورد وقف أو الدولار اتحرك أو الاستيراد اتعطل أو المنتج اتمنع، الشركة كلها هتتهز. الشركات الناجحة مش بتسأل احنا بنكسب كام، بس بتسأل سؤال أهم: ايه اللي ممكن يوقفنا، وايه نقطة الضعف بتاعتنا، وايه اللي ممكن يحصل لو المورد وقف، وايه اللي هيحصل لو حصل تغير في السوق. وبعد الأزمة نصحناهم بكذا نصيحة. أول حاجة تنويع الموردين، يدخلوا منتجات بديلة. تالت حاجة يزودوا التصنيع المحلي. ورابع حاجة يعملوا قنوات بيع مختلفة. وبعد سنة الشركة بقت أبطأ لكن أقوى بكتير. كتير من الشركات مش بتقع عشان الأرباح مش مناسبة، لكن بسبب اعتمادها على شخص واحد أو شيء واحد. الشركات الصغيرة بتركز على الفرصة، لكن الشركات الناجحة بتحسب المخاطر الأول. في سوق المياه المعدنية كل الشركات تقريبا بتبيع نفس الحاجة، لكن لما حصلت أزمة أسعار ظهرت الحقيقة. كتير من الشركات فقدت العملاء بتوعها بسرعة واضطرت إنها تخفض سعرها ودخلت مع المنافسين في حرب أسعار، وشركة تانية رفعت السعر ومع ذلك العملاء استمروا يشتروا. طيب ليه؟ لأنها ما كانتش بتبيع مية بس، كانت بتبيع ثقة وصورة ذهنية واعتياد وراحة نفسية. البراند مش لوجو ولا ألوان ولا تصميم، البراند الحقيقي العميل بيحس بإيه أول لما بيسمع اسمه. الشركات الضعيفة بتبني عروض وخصومات وأسعار رخيصة، لكن ما تقدرش تبني لويالتي أو يكون في ولاء من العملاء ليها، تراست أو ثقة من العملاء. وتالت حاجة بوزيشننج أو تموضع في السوق، وعلشان كده أول أزمة بتتعرض ليها بتكشفها قدام الناس. طيب الشركات الكبيرة بتفكر إزاي؟ بتبني البراند قبل ما تحتاج له أصلا، حتى لو السوق كويس والمبيعات كويسة والأمور مستقرة، لأنها ببساطة بتبقى عارفة إن وقت الأزمة البراند هو اللي هيكون الدرع بتاعها. أول حاجة نصحناه يكون فيه كونسيستنت كواليتي وهوية واضحة وتجربة عميل ثابتة وثقة طويلة المدى. والنتيجة كانت إيه؟ العملاء بقوا أقل حساسية للسعر، والكاك أو تكلفة اكتساب العميل بقت أقل، والريتنشن بقى أعلى. البراند القوي مش بيخليك تبيع أكتر بس، بيخليك أقل خوف. الشركات الصغيرة بتبني مبيعات بس، أما الشركات الناجحة بتبني ثقة تقدر تعيش عليها لسنين قدام. كان في شركتين تعليم أونلاين، الشركة الأولى إعلانات قوية وعروض ضخمة ونتائج سريعة وعروض مستمرة، وحققت فعلا انفجار في المبيعات. الشركة الثانية محتوى أبطأ وبناء ثقة ونتائج حقيقية واهتمام بالسمعة. في البداية فعلا كانت بطيئة، لكن بعد 3 سنين الشركة الأولى بدأت تقع. طيب إيه اللي حصل؟ الريفاندز أو المرتجعات زادت، والريفيوز ساءت، والكاك أو تكلفة اكتساب العميل زاد، والتراست أو الثقة قلت. أما التانية فبقى بيحصل لها ريفيرال أو ترشيحات من العملاء قوية وكوميونتي وبراند تراست وأورجانيك جروث، وأصبحت مالكة السوق. الشركات اللي بتفكر على المدى القصير بتفكر إحنا هنكسب كام دلوقتي، لكن الشركات اللي بتفكر على المدى البعيد بتفكر إزاي نبني ثقة
وازاي نكون الخيار الطبيعي. في قرارات فعلا بتزود الربح دلوقتي لكن قدام بتدمر الشركة، مثلا الجودة تكون ضعيفة، الوعود كاذبة، رسومات مؤذية، خدمة سيئة. طيب الشركات الناجحة بتفكر ازاي؟ أول حاجة لازم تبني ريبيوتيشن أو سمعة كويسة. تاني حاجة لايف تايم تراست، يكون في ثقة على المدى البعيد، وماركت بوزيشننج او تموضع في السوق كويس. النتيجه ممكن يكون النمو بطيء في البدايه لكن قدام هتبقى صعب على اي حد اللي هو ينافسها. كتير من الشركات بتقدر تكسب بسرعه لكن الشركات الناجحه بتفكر ازاي تبني شيء يعيش لسنين قدام. بعد الاربع حلقات دي افتكر انك بدأت تلاحظ شيء مهم جدا. الشركات الناجحة مش بتبص على السوق زي الكل، يعني ما بتفكرش بس في البيع والربح والزحمة والتوسع، بتفكر في الأنظمة والمخاطر والكاش والعميل والبقاء والسيطرة. وده السبب اللي كتير من المشاريع بتكبر في الأول وبعد كده بتختفي. وعلى العكس بعض الشركات بتقدر تبني نفوذ حقيقي في السوق. في النهاية البيزنس الحقيقي مش مجرد مشروع بيبيع وخلاص، البيزنس الحقيقي طريقة تفكير، ولو طريقة التفكير غلط حتى المشروع الناجح ممكن يكون مجرد أزمة مؤقتة. لو عندك مشروع، إيه أكتر مشكلة حسيت إنها موجودة فعلا داخل شركتك؟ المخاطر ولا الأنظمة ولا الكاش ولا التوسع ولا غياب البراند الحقيقي أصلا؟ لو وصلت لهنا ما تنساش اللايك والفولو والسبسكرايب، وكالعادة لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لها شير مع حد أنت شايف اللي هو ممكن يستفيد منها. واستنونا في حلقة جديدة من ملعب البيزنس. أنا الدكتور أحمد أبو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك إزاي تلعبها صح.